اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح جديد وفيديو كله نشاط وطاقة إيجابية. طبعا الشغل شغل البيت ما بيخلصش، بس بقى احنا لازم نخلص اللي ورانا. وندي كده لنفسنا طاقة كده. نفطر الأول، أنا جبت قرصتين كده وحتة جبنة قديمة وكوباية شاي وزي الفل. وبعد ما فطرت بقى يعني بدأت كده أمشي كده في الشقة، أشوف اللي ورايا. طبعا زي ما قلت لكم شغل البيت ما بيخلصش. بس بقى احسن حاجة نخلصه اول باول، ندي كده لنفسنا يعني نشاط وطاقة ايجابية. بعد ما فطرت كده انا دخلت لقيت السلم عندي. طبعا هو على السطح فمليان تراب زي ما انتم شايفين كده. لازم يتغسل. انا بغسله كده كل اسبوع بالميه، بس يعني في نص الاسبوع ممكن امسحه كده بالشرشو، بس لما بيوصل بقى كله تراب كده انا بضطر بقى ايه اغسله كله بالميه. فلقيت السلم كله عندي تراب زي ما انتم شايفين كده، ولقيت كمان عندي غسيل. غسيل كتير، يعني ما غسلتش يوم واحد اتراكم غسيل طبعا، وهدوم المدرسة وكده. فعندي بقى غسيل ومسح السلم وكده. فبس الأول دخلت على المطبخ أعمل الغدا. طبعا زي ما قلت لكم أنا بحب يعني الأكل يكون في المطبخ قبل ما أدخل أعمل أي حاجة. عشان ممكن أتأخر مثلا في أي شغلة برا، فإن أنا يكون الأكل في المطبخ، أي حد يجوع أو حاجة أحط له ياكل. حطيت اللحمة، أنا عايزة بقى شوربة عشان طبعا هاعمل المحشي اللي أنا يعني حاشياه قبل كده. وطبعا عايزة بقى ايه شوربة للمحشي، فبطبخ اللحمة بالطريقة اللي أنا بطبخها بيها. طبعا أنا بحطها وبعد كده تغير لون بس كده، أقلبها أحط معاها بصلة وفلفل أسمر وشوية حبهان. يعني تغلي غلوة كده في الصلصة بتاعتها، وابدأ انزل عليها بمية سخنة. اسخنها كده في الكاتل الاول وانزل عليها بميه سخنه، طبعا تعمل لي احلى شوربه. وبعدين كده بحط بقى يعني قرب ما تيجي تستوي بس كده بحط عليها الملح. وفي الاول بحط يعني معلقه او معلقتين صغيرين ملح بس معاها. لما تيجي تستوي بقى ويعني قرب ما تيجي تستوي كده بحط عليها الملح بتاعها كله. بعد كده بقى أنا جِبت بقى حلة المحشي اللي أنا كنت حاشياها معاكم قبلها بيوم، يعني طلّعتها من التلاجة. قعدتها ساعة كده برّه، وبعد كده بقى أحط الشوربة. أهم حاجة بقى في المحشي بقى تحطّي له مرقة، نُص بس مكعب مرقة من تحت، والنُص التاني تحطّيه بقى على الشوربة من فوق. حطيت بقى المحشي على النار، وكان عندي بقى الغسيل. زي ما قُلت لكم مليت بقى الغسالة، شطفتها الأول وحطيت فيها المسحوق. وباسيبه بقى يعمل رغاوي كده عشان ينضف الهدوم. وطبعًا أنا باحط بقى الدور باحطه وباغيّر المَيّة واحط الدور التاني. وأهم حاجة ما تغسليش الأسمر مع الألوان، الأسمر لوحده وما تحطيش معاه مسحوق كتير، عشان الأسمر لمّا بيتغسل بمسحوق كتير بتحسي إن المسحوق كده إيه مجيّر كده على الهدوم. فتحطي الأسمر لوحده عشان ما يلمش كده وبرة كده من الهدوم، وتحطيه في شوية مَيّة ومسحوق صغيرين. خلاص كده بقى خلّصت غسيل، الغسيل كان كتير فنشرت على المنشر، ونشرت كمان على المنشر اللي برّه، يعني نشرت المنشر اللي جوّه ونشرت على المنشر اللي برّه، لإن خلاص المدارس بقى دخلت وهدوم المدارس وهدومنا وكده. بعد كده بقى دخلت حطيت الغدا. طبعًا المحشي أهو استوى زي الفل، واللحمة والشوربة. وكان طعمه جميل، اعمليه بالطريقة اللي أنا قُلت لِك عليها، طعمه تحفة. طبعًا أنا عاملاه في فيديو برضه قبل كده معاكم على القناة. طبعًا أهو زي ما أنتم شايفين أنا باوريه لكم مفلفل وزي الفل، والرز جوّه أحمر وزي الفل، وطعمه بقى تحفة. اعمليه بالطريقة اللي أنا قُلت لِك عليها، هيطلع طعمه معاكِ مضبوط جدًا. وأهم حاجة وأنتِ بتحطي الشوربة، السطر الأول للمحشي ما يبقاش متغطي بالشوربة، بتسيبيه عشان يطلع الرز مفلفل وزي الفل معاكِ. بعد بقى ما اتغدينا وكده نزلت بقى طلعت بقى على السلم، مليت بقى كده المَيّة بقى ودلقت السلم كله عشان طبعًا أغسله غسلة حلوة كده.
من أي تراب بقى عليه وكده. طبعًا السلِّم كل أسبوع لازم إن أنا بقى إيه، أغسله كده بالمَيّة، أملى جرادل كده وأغسلها. طبعًا هو مُتعب شوية بس بينضف، وبقى يعني ما بينضفش غير بالمَيّة، تدلقي بقى كده عليها مَيّة وبينضف كده بالمَيّة بس، أمّا بالشرشوبة لأ، عايز يتكنس ويتمسح بالشرشوبة. أمّا لمّا بادلق عليه وكده بيدّيني بقى طاقة إيجابية، وما باحسّش إن هو نضف غير لمّا بارُش بقى عليه إيه، المَيّة. باملى الجردل مَيّة وأحط فيه مثلًا أي معطر عشان يبقى ريحته كويسة، أو باحط فيه ديتول بيخلّي بقى ريحة المدخل زي الفل، وبيبقى النضافة كده بيلمع من كتر النضافة. طبعًا بالمقشة كده وبادعك البلاط كلّه من أي حاجة عليها، وكمان باشطّف كده سريعًا كده كل حاجة، البلاط والسلِّم، الترابيزين بتاع السلِّم، كلّه كده من أي تراب عليه. طبعًا لازم يكون ما باحسّش إن هي الشقة تبقى نضيفة غير لمّا السلِّم يكون نضيف وبيلمع معايا، وبيفضل معايا بقى وقت طويل 3، 4 أيام كده زي الفل. بعد كده بقى لو هو مثلًا مش نضيف والّا حاجة في نُص الأسبوع، باضطر إن أنا بقى أجيب الشرشوبة وأمسحه كلّه بالشرشوبة. وطبعًا ما باستعملش برضه مَيّة كتير برضه، يعني شوية مَيّة بقى صغيّرين وأنا بادلق كده، عشان يعني إيه، ما يتعملش مَيّة كتير وكده برّه قدّام البيت. بعد كده أهو زي ما أنتم شايفين نزلت بقى على السلِّم كلّه، ودعكته كده بالمقشة وشوية ديتول كده، كان ريحته زي الفل وريحة النضافة تدّينا كده إيه، طاقة إيجابية وتشجّعنا نخلّص كل اللي ورانا، وتبقى الشقة من حوالينا كلّها زي الفل. وكمان تحت السلِّم أهو دلقت بقى مَيّة وضبّطت كلّه، تحسّي كده بقى الإيه، الشقة بقت نضيفة والسلِّم نضيف وزي الفل. بعد كده بقى جِبت الشرشوبة برضه أنشِّف كل المَيّة، يعني ممكن المَيّة مثلًا تفضل كده من المقشة وكده، نشِّفت كل المَيّة اللي معايا كده. زي ما قُلت لكم النهارده روتين سريع وخفيف، وكان ورانا شوية شغل كده وخلّصناهم. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك، ومع السلامة.